سلام، لاباس عليكم؟ في هاد لاشين هضرنا بزاف ديال المرات على الديب ويب، وعلى حسب ما اكتشفنا في الديب ويب نقدروا نقولوا باللي الديب ويب اخطر بلاصه في انترنت. ولكن تخيلوا معايا تكون شي بلاصه اخطر من الديب ويب. تخيلوا معايا واحد البلاصه في انترنت مخبيه بزاف لدرجه ان الناس قلال اللي يقدروا يوصلوا ليها. واحد البلاصه اللي فيها شي حوايج اكبر واخطر بزاف من الديب ويب. واحد البلاصه اللي كاع الناس اللي حد الان هضروا عليها ما عاودناش لقيناهم. اليوم غادي نهضروا على الشادو ويب. في سنة 2014 يعني فاش يلاه انفجر الديب ويب وكان نايض الصداع وكلشي كيهضر وكلشي كيقول، واحد البوست في ريديت، واحد البوست ديال واحد السيد سميتو كيني لوك. في هذا البوست هذا السيد كيهضر على واحد البلاصه في انترنت، واحد البلاصه مخبيه اعمق واخطر من الديب ويب، واحد البلاصه سميتها شادو ويب. كيني لوك كيقول لنا باللي راه هو قدر يدخل لهاد الشادو ويب وشاف شي حوايج اللي خايبين بزاف. ومن بعد هذا البوست اللي تحط في ريديت ناضت القرباله، كلشي بدا كيقلب على الشادو ويب وكيفاش يدير باش يدخل ليه والبورتاي داكسي ديالو. تكرياو دي كوميونيتي ودي جروب اللي كيقلبوا حتى هما، ولكن حتى واحد ما قدر يلقى شي حاجه. هاد الكلمه ديال شادو ويب ما كايناش نهائيا. اول واحد غينطقها هو هاد كيني لوك. وبطبيعه الحال فاش واحد الجروب ديال الناس في ريديت كيمشيو كيسمعوا شي حاجه وكيقلبوا عليها وما كيلقاوهاش، كيمشيو كيعايروا هذاك السيد اللي قالها. كلشي غادي يبدا كيعاير في كيني لوك وكيقول ليه باللي راه انت غير كذاب وباللي بغيتي دير غير البوز وما كاينش نهائيا هاد الشادو ويب وراك غير كتخربق. كيني لوك ما غاديش يعاود يدير بوست اخر، ما غاديش حتى يجاوب على هذوك لي كومونتير. الصراحه فاش كندخلوا للكونت ديالو كنلقاو باللي كيني لوك من نهار حط هذاك البوست ما عاودش دخل نهائيا لهذاك الكونت. ممكن يكون زعما طلعت ليه ريديت في الراس ولا ديزانستالاها ولا ما عرفتش، خصوصا ملي كنعرفوا باللي كيني لوك كان مستخدم كبير ديال ريديت وسنوات هو كيستعملها، ودابا غير غادي يهضر على هاد الشادو ويب غادي يكيتي ريديت. هادشي شي شويه في شكل. المهم كيف ما قلت لكم هذاك البوست غادي يعمر بالمعيور وحتى واحد ما غادي يتيقو، وغادي تسالي القصه هنا. سيمانه من بعد مستعمل اخر ديال ريديت غادي يحط واحد البوست اللي العنوان ديالو شادو ويب حقيقي عندكم تقربوا ليه. حتى هو كيقول نفس الحاجه اللي كان كيقول كيني في الاول، باللي راه دخل ليه وباللي راه داكشي خطير بزاف. وتما الناس بداو كيقولوا بلاتي راه يمكن هذا شي واحد متفق مع كيني ولا صاحبه ولا هو نيت دار كونت جديد غير باش يقدر يقنعنا بان الشادو ويب حقيقي. ولكن فاش بداو الناس كيقلبوا شويه لقاو بلي هذا المستعمل اللي دار هذا البوست الثاني اللي كيهضر فيه على الشادو ويب بوليسي، وما عنده حتى شي مصلحه انه يكذب على الناس ولا يقنعهم بان شي حاجه كاينه وهي ما كايناش. وتما الناس ما بقاو فاهمين والو. وهنا عاد ناضت الروينه ديال بصح. في ريديت، في تويتر، فيسبوك، الديب ويب براسو كلشي كيهضر على الشادو ويب وكلشي كيحاول يقلب على كيفاش نقدروا ندخلوا ليه. ولكن اللي خايب في هذه المساله هو كانوا ناس فعلا كيقلبوا بالنيه ديال الاكتشاف وديال انهم يعرفوا شنو كاين تما، وكانوا ناس اخرين استغلوا هاد لا طوندونس وتكرياو دي سيت في الديب ويب اللي كيقول لك ها كيفاش ندخلوا للشادو ويب وها اللوجيسيال اللي خاصك تستعمل، الوغ كو هذاك الشيء كله كان غير فيروس. المهم دازت واحد عام كلشي كان كيقلب، ولكن في الحقيقه حتى واحد ما لقى شي حاجه حقيقيه على الشادو ويب. حتى جا واحد السيد، وهذا السيد غيطرح على راسو جوج ديال الاسئله مهمين بزاف. واش الشادو ويب جزء من الديب ويب؟ واش نقدروا ندخلوا ليه غير بطور ولا خص شي نافيغاتور خصيصا ليه هو؟ وباش يقدر يجاوب على هذه الاسئله دار واحد الحاجه اللي خطيره بزاف. مشى كيسول الناس وكيهضر في دي فوروم ديال الديب ويب، هضر مع بزاف ديال الناس. طبيعه الحال 99% ديال هذوك الناس كانوا مرض، ولكن طاح في واحد السيد صيفط ليه ميساج فين كيقول ليه السلام عليكم، عافاك كنقلب على شي طريقه باش ندخل للشادو ويب، واش ما يكونوش عندك شي معلومات؟ وهذاك السيد شرح ليه باللي باش تدخل للشادو ويب ما يمكنش تدخل ليه بالطور، خاصك واحد اللوجيسيال خاص بالشادو ويب، وهذا اللوجيسيال سميتو جي ويب. اخيرا لقينا كيفاش غندخلوا للشادو ويب. مشى نيشان لجوجل وقلب على جي ويب، ما لقى حتى شي حاجه، ما كاينه حتى شي حاجه سميتها جي ويب في جوجل، وهو يقول يمكن نلقاه في الديب ويب. مشى كيقلب في السيتات ديال الديب ويب على شي لوجيسيال سميتو جي ويب، والو ما كاينش نهائيا الاثار ديالو لا في انترنت العادي لا في الديب ويب. وهو يرجع عند هذاك السيد وقال ليه راه ما لقيتش نهائيا هذا اللوجيسيال في حتى بلاصه، وهو يجاوبو عادي هذا اللوجيسيال ما كاينش في انترنت، ما
كاين في حتى بلاصه وما كيتعطاش فابور. الطريقه الوحيده باش يكون عندك هذا اللوجيسيال هي تشريه من عند شي واحد ديجا عنده، وهو يسولو واش انت عندك هذا اللوجيسيال، وهو يقول ليه عندي، وهو يسولو بشحال الثمن ديالو وجاوبو $200. واش نخلص $200 واحد السيد تلاقيته في الديب ويب ما كنعرفوش نهائيا، بغى يبيع ليا شي حاجه اللي ما عرفتهاش نهائيا واش كاينه ولا ما كايناش؟ بطبيعه الحال الجواب هو هاد السيد بطل ضحى بفلوسه من اجل العلم. صيفط ليه $200 بالبيتكوينز. في الصراحه داخليا كان شويه كينتظر بلي هذاك السيد ما غاديش يعاود يجاوبو وما غاديش يعاود يهضر معاه وياخذ الفلوس وغيطرج، ولكن لا، 5 دقائق من بعد هذاك السيد غادي يصيفط ليه واحد اللوجيسيال سميتو جي ويب، وقال ليه قبل ما تانستاليه خصني نوصيك عندك تمشي تصيفطو لشي واحد فابور. قال ليه باللي الا بغيتي تصيفطو لشي واحد خاص ضروري يكون شي مقابل مالي ولو $1 واحد، باش هاد اللوجيسيال كيبقى غير عند الناس اللي مهتمين فعلا واللي غيقدروا يخلصوا باش ياخذوه. ويقول لي الله يعطيك الخير انت ما بعتيش ليا $1 واحد، ولكن الله يعطيك الخير واخا هكاك. المهم غادي يمشي كيجري وغادي انستالي هذاك اللوجيسيال في البيسي ديالو، والمفاجاه هذاك اللوجيسيال ما كان فيه حتى شي فيروس كان نقي. غادي يتحل اللوجيسيال وغادي تبان ليه واحد لاباج ويب بحال فاش كتحل جوجل كروم، غير هو هاد لاباج كانت كحله ما كانت فيها حتى حاجه. قال مع راسو يمكن غالبا يكون غير شي بوغ، ديزانستال اللوجيسيال وعاود انستالاه والو، باقا هذيك لاباج كحله. بقى كيدخل كيبقشش كيقلب والو، كتبان ليه غير هذيك لاباج كحله بوحدها، وبدا كيفقد الامل وقال يمكن راه هادشي غير تخربيق، ما كاين لا شادو ويب لا والو. ولكن واحد شويه من بعد فكر مزيان وفهم. باش نشرح لكم كيفاش كيخدم الشادو ويب، الا كانت واحد الكتابه كتبان لكم كتابه، ولكن الا كانت هاد الكتابه كحله باقا كتبان لكم كتابه، ولكن الا كانت هاد الكتابه كحله وموراها كحل ما غادي يبان لكم والو. هادشي علاش مبني الشادو ويب. غادي يدوز لا سوغي ديالو على هذيك لاباج الكحله وتما غادي تبان ليه الكتابه، وغادي يبانوا ليه مجموعه ديال لي سيت، كل سيت صالح لشي حاجه، وبطبيعه الحال كاع لي سيت مصاوبين بهذه الطريقه ديال ان ما كيبان فيهم في الاول والو، حتى كدوز لا سوغي ديالك عليهم عاد كتبان لك شنو مكتوب فيهم. وهو يحل اول سيت كان العنوان ديالو كيفيه صناعه قنبله نوويه. يا ربي السلام. هبط لا سوغي ديالو بقى غادي ولقى فعلا باللي هذاك السيت فيه لي ديتاي ديال المراحل ديال كيفاش تقدر تصنع قنبله. خرج من هذاك السيت ودخل للسيت الثاني اللي بان ليه. هذاك السيت كان كيعطيك الامكانيه انك تخلص قتال باش يمشي يقتل شي واحد بغيتيه يموت. غادي تقولوا لي وهادشي كاين في الديب ويب، شنو اللي مختلف زعما؟ هذا الموقع هذا كيمكنك انك تختار طريقه باش هذاك السيد غيموت، وتقدر تقول ليه انه يعذبو ولا يقتلو دغيا بزاف. المهم ما غندخلش في التفاصيل بزاف راكم فهمتوا. غادي يخرج من هذا السيت وغادي يدخل للسيت الثالث اللي بان ليه، وغادي يلقى في هذاك السيت نقاشات ديال جماعات ارهابيه فين كيقولوا باللي راه الناس ما بقاوش كيحترموا الدين وباللي خصهم يتعاقبوا وديك الهضره كامله. وتما غطلع معاه السخونيه وغادي يقول عندك يمشيو يشوفوني بانني انا دخلت تما. غادي يسد لاباج وغادي يطفي البيسي ديالو. انا شخصيا بصراحه بغيت نتيق الشادو ويب، بغيت نتيق باللي كاين واحد الفضاء اخر مخبي فيه حاجه اخرى خطر من الديب ويب، ولكن للاسف الدلائل اللي عندنا خلال بزاف. هادشي كامل اللي عاودت لكم للاسف ما شفتوش بعيني. المهم الا لقيت شي واحد يقدر يبيع لي داك اللوجيسيال دخلوا نضربوا شي دوره تما ونتاكدوا. سيروا سولوا لي في الديب ويب، ولا لقيتوا شي واحد صيفطوا لي النمره ديالو في انستغرام. غير كنضحك على الاخوان. عرفت شي وحدين منكم دابا غيمشيو يدخلوا للديب ويب ويبداو يسولوا في الناس، ما خاصنا صداع. نتمنى تقولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، واش من نظركم شادو ويب حقيقي ولا غير اختراع؟ وعلاش كاع الناس اللي دواو عليه في غيديت في الاول ما عاودوش حلوا الكونطات ديالهم؟ واش اختفاو؟ واش تقتلوا ولا طرات لهم شي حاجه اخرى؟ قولوا لي اشنو بان لكم في لي كومونتير. نتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس وديروا لايك. وإلا عجبتكم هاد لا فيديو ننصحكم تشوفوا اخر فيديو اللي درت على واحد طبيب ديال السنان ما هوش. يلا نخليكم نتلاقاو السبت الجاي ان شاء الله. حضروا ريوسكم.